هتبطلي ان انت تشتريه من بره من بعد الطريقه دي، ومش هتدفعي فيه مبالغ قد كده. والكميه اللي انت هتشوفيها اخر الفيديو ده بنص كيلو لحمه بس. انا خدت هنا 3 بصلات، خدت 3 تومات، وده على نص كيلو لحمه مفرومه. احنا هنعمل مع بعض حواوشي، وهنعمل اكتر من 15 رغيف بنص كيلو لحمه بس. انتوا متخيلين؟ انا هنا خدت نص كيلو حوالي بصل، 3 بصلات حلوين كده، وخدت 3 فصوص توم. حطيت فلفل، عايز بقى تحطي فلفل حامي تحطي فلفل عادي براحتك. وحطيت كمان اللي هي توابل كنور، دي حلوة جدا جدا في اي حاجة بحب استخدمها، في اي تتبيلة بقى سواء فراخ لحمة، بتدي طعم حلو جدا في الاكل. وانا بقالي فترة بستخدمها وعجبتني جدا. طبعا بقى هنزل بالتوابل بتاعتي: ملح، فلفل، كمون، كزبرة، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، قرفة، جنزبيل. التوابل بتاعتك عندك 7 بهارات تحطيها. وطبعا اهم حاجة اللي هي التوابل بتاع الكنور، بتفرق جدا جدا في الطعم. توابلك الحلوة مع ال3 بصلات، فلفل زي ما قلتلك. مش هنحط طماطم، لو انت هتخزنيه في الفريزر ما يفضلش ان انت تحطي الطماطم. هقولك تحطيها ازاي بعدين. هو الفلفل الرومي بس، وعايزه تحطيه حامي او بارد زي ما انت عايزه. عايزه تحطي شطه حطي، لو في اطفال طبعا ما يفضلش طبعا تحطي الشطه. بعد كده هديهم ضربه مع بعض. هجيب اللحمه بتاعتي واروح حطاها واديها ضربه معاهم. وهنزل باهم مكون معايا: 2 معلقه من البيكنج باودر. وده بقى السر اللي مش هيخلي اللحمه معاكي تكش، كانك جايباه من بره بالظبط. جبت العيش من الفرن، هتقولي له عايزه عيش صغير وعايزاه يكون ابيض شويه، مش عايزاه اللي هو يعني الوش بتاعه غامق. هيفرق معاكي جدا جدا لو انت جبتيه كده. هتبداي بقى ان انت تفتحي العيش من فوق بالطريقه دي، سهل جدا اصلا الطريقه دي، مفيش اسهل من كده. والله والله طعم اللي احنا بنجيبه من بره نسخه بالظبط واحلى كمان. وهنا انت ضامنه النظافه واللحمه وطبعا حاجات كتير. وغير كده سعره اقل كتير من اللي احنا بنجيبه من بره. هتبداي بقى تحطي الكميه اللي انت عايزاها، كتيره قليله زي ما انت عايزه. اتحكمي في الرغيف بتاعك. انا هنا عملت جزء باللحمه بالجبنه الموتزاريلا، وجزء تاني بالخضار. يعني ايه بالخضار؟ يعني انا قطعت شرايح فلفل وشرايح طماطم حطيتها من فوق، وجزء تاني حطيت معاهم جبنه موتزاريلا، عملتها زي ميكس كده. جبنه موتزاريلا، شيدر، جبنه رومي، عملتهم ميكس كده وحطيتهم فوق اللحمه. تمام، زي ما قلت لك جزء كده وجزء كده. هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عمل اكتر من 15 رغيف، وده بجد يعني بنص كيلو لحمه عملت الكميه دي. بسم الله ما شاء الله. واوفر كتير زي ما قلت لكم من اللي احنا بنجيبه من بره، ومش بيبقى طعمه قد كده. لكن انت لو جربت الطريقه دي بجد هتبطلي انت تشتري من بره. حطيت اللحمه وحطيت فوقيها الجبنه الموتزاريلا. انا عامله جزء بالجبنه الموتزاريلا وجزء من غير. طريقه التسويه بتاعته سهله جدا. صينيه هتحطي فيها معلقتين سمنه ومعلقتين من الزيت. هترصي العيش، وبعد كده هتغطيه بورق فويل. وبعد ما يطلع هتجيبي فحمية وتحطيها وتغطيها طبعا كويس، لان انا نسيت ان انا اصور لكم التركايه دي.